صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. حقيقي انتوا وحشتوني جدا. في الفيديو ده هشارك معاكم يوم دراسي كنت بحاول انظم فيه المذاكرة على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت في البريكات احاول ابعد عن الموبايل وابدله بالكتب مثلا او باي حاجة مسلية. فان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. فبس كده، لو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. اول حاجة صحيت الساعة 6:15، وبعد كده رحت اتوضيت وصليت قبل الشروق، وبعدين حضرت لنفسي فطار سريع كده. ولما بحضر لنفسي فطار بجد بكون مبسوطه، يعني مش اللي انا بكروت نفسي كده وخلاص. وبعدين فتحت شبابيك الاوضه، وده كان شكل السما ساعتها، كان ده ساعه الشروق. وبجد السما كان شكلها تحفه، كنت بحاول اصورها على قد ما اقدر لحد ما طلع معايا الشكل ده، وحقيقي كنت مبسوطه جدا لان الايام اللي بشوف فيها الشروق بشكل واضح بتبقى ايام قليله يعني. ففطرت وانا بتفرج على الشروق، وانا اصلا كان نفسي اشوف الشروق من زمان، فدي كانت حاجه كويسه جدا في بدايه اليوم. ولما دخلت لقيت انعكاس الشمس على الحيطه زي كده الافكت بتاع الجولدن اور، فاتبسطت قوي برضو، قعدت اتصور وصورت شويه صور. وبعد كده جبت التابلت وشغلت عليه التايمر لمده 6 دقايق علشان اقعد اقرا، يعني لان القرايه في بدايه اليوم كده بدل ما امسك الموبايل هتبقى حاجه كويسه جدا. والفتره دي كنت بقرا نادي الخامسه صباحا، فالكتاب كبير شويه وفيه كلام كتير، فكنت بحاول يعني ان انا اقرا فيه على قد ما اقدر عشان احاول اخلصه في اقرب وقت او كده. وبخلي جنبي على طول قلم هايلايتر عشان احدد اي كلام مهم ممكن لما اقراه استفيد منه او احس ان انا عايزه ارجع له بعد كده. فهتلاقوني اصلا الكتاب ده من اكتر الكتب اللي حددت فيه حاجات كتير بالهايلايتر. ودي من احلى الحاجات في الكتاب ده، انه يعني طول ما انتوا بتقراوا كده بتلاقوا جمل تحفيزيه او جمل ممكن لو رجعتوا لها تفيدكم او كده. وهنا كان التايمر خلص، فبعد ما قريت شويه قفلته. وبس هنا كنت بوريكم الفصل اللي انا عاملاه. وبس كده، بعد كده قعدت اقرا اذكار الصباح، وبقراها من على برنامج اذكار المسلم عشان بيخلي الموضوع اسهل ان انا اقراها بسرعه. وبعدين قعدت اكتب الحاجات اللي انا عايزه اعملها في اليوم، غير مثلا الدراسه والحاجات اللي ورايا لان دي بتبقى في نوتة تانية. فهنا كنت بكتب مثلا اذكار الصباح، اذكار المساء، قيام الليل والضحى وحاجات زي كده، عشان يعني ان انا احاول التزم بيها في معظم الايام. وبعدين رحت علشان احضر حاجه المذاكره. فاول حاجه ولعت الشمع عشان زي ما تقولوا تدي فايبس وكده. وبعدين جبت حاجه المذاكره، وانا كان ورايا فيزياء، فشغلت التايمر وقعدت اذاكر الجزء اللي كان عليا. هو ما كانش جزء طويل، بس يعني بيبقى فيه نظري كتير قوي في الجزء ده، فكنت محتاجه ان انا اقعد يعني زي ما تقولوا اتكلم بصوت عالي كده وكاني بسمع على نفسي واعيد وازيد وكاني بشرح لنفسي وكده، عشان اتاكد ان انا فاهمه الجزء ده كويس يعني. وبس يعني قعدت اذاكر شويه. والفتره دي مش بستخدم هايلايترز والوان كتير، هو بس بكتفي ان انا مثلا لو معايا قلم رصاص او جاف وكده، واحدد على اي جمله مثلا مهمه محتاجه ان انا اخد بالي منها لما افتح الصفحه دي، عشان يعني مش ناقصين الوان كتير، هي اصلا المذكره ملونه والحاجات اللي فيها مربعات ملونه وكده. فبس يعني كنت بحاول اشرح لنفسي وكده علشان ما نمش، لان طبعا الصبح بدري بيبقى نوم شويه. وبعدين كان عليا واجب بس ما كانش كتير، كان كام سؤال فقعدت احلهم يعني. وفي حاجه سريعه حابه اقولها، الفيديو ده كان متصور في وقت حرفيا كانت نوة صعبه قوي وكان الجو تلج جدا. فانا كنت حرفيا قاعده على المكتب بتكتك لدرجه ان انا بقيت حاسه ان انا ايه، يعني ببدا معرفش اركز من كتر ما انا، لا انا عايزه اقوم اقعد على السرير عشان اتدفى. وكمان كنت لابسه جاكيت كده معظم اليوم عشان يدفيني. فهتلاقوني قمت قعدت على السرير، وكده كده ببقى حاطه الترابيزه دي قدامي، هي مرسوم عليها ويني بس يعني مش مهم. المهم كان عندي امتحان فيزياء عشان ادخل الحصه اللي بعدها، لانه الحصه مش بتفتح غير لما امتحن. فيعني قعدت امتحن وكده لحد ما خلصته. وبعد كده بقى لما سلمته الحصه فتحت لي، فقعدت اتفرج عليها. هو للاسف الجزء ده كان ورايا حاجات فيزياء كتير، يعني كان ورايا مذاكره درس قديم كانوا اتاخروا في الاكواد على ما بعتوها لي، والامتحان والواجب والحصه، يعني كان حاجات كتير كده بس كان لازم اخلصها. والحمد لله يعني ان انا ساعتها قدرت ان انا اخلصها. فبس انا جبت السماعات وشغلت الحصه وقعدت اتفرج عليها لحد ما خلصت. ولما خلصت الحصه شطبت عليها في النوته بتاعه المذاكره اللي انا بكون كاتبه فيها تو دو ليست وكده، والنوته دي بجد تقريبا اكتر حاجه منظمه لي وقتي حرفيا. فبس بعد ما خلصتها بقى نمت شويه، وبعد كده لما صحيت كلت، وبعدين عملت نسكافيه عشان يفوقني وكده. وكان ورايا كيمياء، وما تستغربوش انه كيمياء ورا فيزياء لان انا كنت نايمه، يعني انا نمت فتره في النص فكانه في فاصل كبير، يعني ما حسيتش انهم ورا بعض.
المهم ان انا كان ورايا كيمياء حاجه زياده كده، لان انا كنت ذاكرت الدرس ده وعملت واجبه، بس لما امتحنت جبت درجه ما عجبتنيش قوي. فكنت حاسه انه في جزء كده في الاخر انا ما كنتش مركزه فيه، لا في الشرح ولا في المذاكره بصراحه. يعني كان في حته كده محتاجه فعلا ااكد عليها، فحسيت ان انا لو عديتها مش هعرف ارجع لها تاني، هتشغل طبعا في الدروس اللي بعدها غير المواد التانية وكده. فقررت ان انا يعني اقعد شويه حتى لو صغيرين، اقعد اذاكرها واركز عليها لحد ما احس ان انا فاهماها كويس. وبعد كده كان في شويه اسئله كده ما كنتش حلتها في الواجب، فقلت ان انا احلهم وكده كتطبيق على الجزء ده عشان برضو اتاكد ان انا فاهماه. بصراحه مش دايما بتبقى الموضوع بالسلاسه دي، اكيد في اوقات تانية بعدي حاجات، بس يعني حسيت ان انا محتاجه اعمل كده. وبعد بقى ما خلصت كان عندي حصه كيمياء للدرس اللي بعده، فجبت التليفون وشغلت الحصه وقعدت اسمعها يعني لحد ما خلصتها وكده. وهنا كنت خلصت الحصه، وحرفيا بيبقى شعور مريح قوي لما اشيل بقى حاجه الماده اللي انا لسه مخلصه حصتها عشان الحصه بتطول وكده. فبس بعد كده قعدت اقرا اذكار المساء، عشان في اوقات كتير مش بقراها، فبحاول يعني ان انا لما اكتبها في النوته وكده بكتبها عشان افكر نفسي ان انا اقراها، لاني بقرا تقريبا اذكار الصباح بس. وبعد بقى ما اتغديت وقعدت شويه وبتاع، كان ورايا مذاكره احياء وواجب، فجبت المذكره وقعدت اذاكر شويه. والدرس ده اصلا انا كنت مذاكراه يعني من قبلها بيومين مثلا، فاللي هو كنت نوعا ما فاكره الشرح، فبصيت عليه بصه كده اللي هو يعني اجمع بس الاجزاء اللي هو فيه، وبدات احل على طول، يعني ما اكدتش على الشرح قوي. وبصراحه دي حاجه غلط عملتها، لاني بالرغم من اني كنت مراجعاه قبلها بيومين، الا ان انا لما جيت احل حسيت ان انا ولا كاني فاكره حاجه، او اللي هو بحل بالبركه عايزه اعدي وخلاص. فحسيت ان انا لا، انا لو كنت ذاكرته دلوقتي ما كنتش راجعته وخلاص، كان زماني ممكن اسئله حلتها اكتر، او حسيت ان انا فاهماها بشكل احسن. فلو فكرتوا تعدوا حاجه زي كده يعني دي حاجه غلط، على الاقل لو قعدنا نذاكرها تاني هتثبت اكتر. فبس يعني هنا كنت قاعده بحل شويه. وبالمناسبه حابه اكلمكم في حاجه سريعه. للاسف الفتره دي انا مضغوطه جدا، وزي ما انتم عارفين انا ثالثه ثانوي وداخلين على مراجعات ورمضان وضغط كبير، فللاسف انا مش قادره التزم بان انا انزل فيديوهات ومنتج وكده مع الدراسه. فغالبا كده لو ده مش الفيديو الاخير، فهيكون الفيديو الجاي هو اخر فيديو انزله في ثانويه عامه، وان شاء الله اقدر اعوضكم بعد ما اخلص السنه. والمهم ان انتوا تدعوا لي بس. بعد ما خلصت المذاكره كان عندي مشوار فرحته، وبس كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه، وبجد بجد اتمنى كل ما تفتكروني تدعوا لي. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.